مرحبا بنات، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. اليوم حبيت اسوي لكم فيديو عن الخمسة كونسيلرز المفضلة عندي، واللي احبهم اكثر من اي كونسيلر وما استغنى عنهم، وش قد ما راح يخلصون راح ارجع اشتريهم. طبعا راح اشوفكم منو اول واحد احبه كلش للاخير للخامس واحد. واول كونسيلر راح احكي عليه هو الأربان ديكاي نيكد سكين. طبعا هذا الكونسيلر هاي صار لي شهر تقريبا دا استعمله، وبهالشهر ما خليته ولا لحظة. كل ما اسوي مكياجي اخلي هذا الكونسيلر، كلش 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 زين، ما يخطط جوا العين ومو كلش ثقيل جوا العين وبنفس الوقت يغطي. وهم انا من اخليه ابد ما يخطط جوا عيني. ما اعرف، بس صراحة ما اعرف، لانه اني هالفترة من اسوي الكونسيلر مالتي دائما اسوي بيكنج، يعني اخلي باودر هواية جوا العين، بيوتي بلندر، بسفنجة بيوتي بلندر او بهاي السفنجة تكون رطبة طبعا، واسوي طريقة البيكنج، يعني اخلي باودر هواية واعوفه لمدة دقيقتين ثلاثة وبعدين امسحه. وهذا الشيء هم أنا ما يخلي الكونسيلر يخطط. فما اعرف لانه من هالطريقة مدى يخطط علي لو لا، بس المهم قلت لكم كلش 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 زين بنات، وانصح بيه هواية. اللي تقدر تحصل عليه خل تشتريه وتجربه، لانه حبيته كلش مثل ما قلت لكم. وطبعا بهالفترة كان عندي هيجي نقاط شوية جافة جوا عيني، وهذا الكونسيلر ابد ما خلاها تبين اكثر مما هي مبينة. ف نمبر 1 جربوه بنات اذا تقدرون تحصلون عليه. الكونسيلر الثاني اللي راح احكي عليه هو من ماك برو لونج واي. هذا كان حبيبي قبل هذا الكونسيلر، قبل نيكد سكين، بس هذا شنو اللي شوية خلاني أخليه بالمرتبة الثانية، لأنه هذا شوية أثخن، شوية جاف أكثر من الثاني. من تكون جوا عيني كلش جافة، خاصة فصل الشتاء، هذا شوية يكون ثقيل علي. بس شنو التغطية مالته تخبل تخبل تخبل، كلش حلوة تغطيته، والفينش مالته حلو وأحبه كلش وما أستغنى عنه. وهذا حتى أستعمله للزبائن مالتي، وهاي صار لي سنين أني أستعمل هذا الكونسيلر، كلش أنصح به. ثالث كونسيلر هو ال LA Girl Pro Conceal HD High Definition Concealer، اللي ما تقدر تحصل على ماك، ولأنه ماك همينه غالي. جربوا هذا رخيص ونفس ماك بالضبط بالضبط بالضبط، وبألوان روعة. طبعا هواية ألوان بي، وهمنا الألوان الغامقة تقدرون تستعملوها للكونتور، كل زين. بس الشيء اللي ما أحبه بيه هو مبدا من تستعملوه راح تلاحظون انه من تخلون، هي طبعا فرشة تجي بالبداية، من راح تستعملوه راح تلاحظون انه دا يذب شوية مي، بس ما يخالف، هذا المي كله راح يطلع وبعدين راح يبقى بس الكونسيلر. كونسيلر كل زين، تغطية كاملة، الفينش مالته يجنن، قلت لكم مثل ماك برو لونج واي، ورخيص كلش رخيص. جربوه بنات. وهسه على فكرة هذا الكونسيلر طلعوا منه كوركترز لون أصفر وبرتقالي وأخضر، يمكن بس هالثلاث ألوان ما أتذكر. الكونسيلر الرابع اللي راح أحكي عليه هو من مايبلين فيت مي. أعرف على كل الكونسيلرز قلتي يجننون، بس هذا همينه كلش كلش زين بنات وأحبه. طبعا هذا استعمله لاستعمال يومي، وهمينه خفيف، تغطية فول كفرج، وما يبين من تخلوه وتوزعوه ما راح يبين كلش ثقيل. أحبه أحبه أحبه، وش قد ما يخلص راح أرجع له، وهذا هم صار لي سنين أستعمله. والكونسيلر الخامس والأخير هو مايبلين إنستنت ايج ريوايند. طبعا هذا البرايتنر مخلص الثاني، اللي طبعا بلون بشرتي مخلص. هذا يجي على لون وردي، تقدرون تسوون بيه هايلايت، وهمنا يغطي الأزرق والبنفسجي والسواد اللي يكون جوا العين. كلش أحبه بنات. هذا هم بس من تخليه راح ينشف مات، فهذا هم لازم ترطبون، تكون مرطبة العين زين جوا، وكلش أحبه. بس الشيء ما أحبه بيه هو
هاي الاسفنجة. ما أعرف لأنه من راح تفروه أحس يطلع هواية برودكتس عليه، وهمنا لأنه الاسفنجة شوية تخوف، تتجمع عليها بكتيريا وما راح تقدرون تغسلوه، لأنه طبعا هو للكنسيلر ما راح تقدرون تاخذوها وتغسلوها. بس شفت ريفيوات عليه يقولون انه مكتوب عليه هاي الاسفنجة ما تتجمع عليها البكتيريا. صدق كذب ما اعرف، بس على كل هو كنسيلر كل الزين. مثل ما قلت لكم تغطية فول، وتقدرون طبعا تقللون التغطية بس تخلون شوية. ليش خليت هذا الكنسيلر بالأخير الخامس؟ لأنه هذا أشوفه أكثر واحد يعني جاف بالبقية، كل شيء يخلي جوا العين مات. فمن هيك قلت لكم بنات أنصحكم أنه تخلون ترطبون جوا العين كل زين، ولو هو ترطيب جوا العين لازم. هذا هو كان آخر كنسيلر. الخمسة اللي شوفت لكم إياها هم المفضلة عندي، وأنا مجربة طبعا هواية كنسيلز، مو بس هذولا، بس هذولا اللي أحبهم ودائما من يخلصون أرجع أشتريهم. وإذا مجربين واحد من الكنسيلز اللي شوفتهم كتبوا لي جوا وقولوا لي شنو رأيكم بيها، شلون يشتغل الكنسيلر عليكم. وأنا مثل ما قلت لكم بنات هذا رأيي صريح، وهاي الكنسيلز كلهم هاي صار لي هواية فترة سنين صار لي دا استعملهم. بس مثل ما قلت لكم الأوربن ديكي نيكد سكين هاي صار لي شهر وما توقفت عن استعماله دقيقة واحدة، لأنه كل زين. أنا أبد ما راح أشوفكم شيء وأقول لكم أحبه إذا مو صدق أنا أحبه، والشيء اللي أنا ما راح أحبه أبد ما راح أقول لكم هذا الشيء زين وأخليكم تروحون تشتروه. وعلى فكرة بنات هذا المكياج راح تشوفون إن شاء الله بالفيديو الجاي، فمن هيك راح تشوفوني فيديو وين لابسة نفس الهدوم ونفس المكياج. أعوفكم بأمانة الله وأشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي. باي.